السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نستقبل شهر رمضان؟ الحقيقة هنستقبل شهر رمضان ب15 حاجة من أهم الأشياء أرجو أن تحفظوها أو تكتبوها. رقم 1 التوبة النصوح، إن أنت تتوب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا، ما قالش أيها المذنبون وإنما قال أيها المؤمنون. فالتوبة واجبة في حق كل إنسان على وجه الأرض، ولذلك كان سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ودي رواية البخاري. وفي رواية مسلم كان يتوب في اليوم والليلة 100 مرة. سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بيتوب في اليوم والليلة 100 مرة، وإحنا ما بنتوبش ولا مرة. من باب أولى إن إحنا نتوب في اليوم 1000 مرة. ربنا يحفظكم يا رب. رقم 2 مصالحة الجميع ونسيان الخصومات. ربما أن يكون الخصام ده من أسباب عياذا بالله عدم رفع الأعمال ومن أسباب عدم مغفرة الذنوب. ونحن نعلم جميعا أن الله عز وجل إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين يترك ويدع أهل الحقد أهل الخصام بحقدهم حتى يدعون. إذن فلا بد أن من مصالحة الجميع ونسيان الخصومات، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابدأ أنت ربنا يكرمك وتاخد الأجر والثواب. رقم 3 التحلل من المظالم، لأن أنت هتصوم شهر رمضان وهتقوم شهر رمضان وهتتصدق وهتعمل كل الخير ده وتقدم كل حسناتك للي انت ظلمتهم. طيب وليه؟ ما احنا نصفي كل هذه الأشياء ونتحلل من المظالم وندي الحقوق ونرجع الحقوق لأهلها، عشان نبقى لما نصوم ونقوم ونفعل أي خير بفضل الله يتحسب كل ده في ميزان حسناتنا احنا بفضل الله. رقم 4 بر الوالدين وصلة الأرحام. اللي مقصر في حق أمه وأبوه واللي مقصر في حق أرحامه يلحق ويصالح أمه وأبوه ويبرهم ويصل أرحامه بفضل الله سبحانه وتعالى. واللي أمه وأبوه ماتوا يدعي لهم ويكثر لهم من الاستغفار ومن الصدقة الجارية ومن الأعمال الخيرية بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 5 تعلم فقه الصيام، لان انت لو دخل عليك رمضان ففرض عين عليك ان انت تتعلم فقه الصيام عشان تعرف ايه ازاي بتصوم، سنن الصيام ايه المفطرات ايه الواجبات ايه الاشياء المستحبات، تعرف كل حاجة عن الصيام عشان لما تصوم على علم وعلى بينة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 الاستكثار من الاعمال الصالحة في شهر رجب وشهر شعبان، كأنك بتنشط عضلة القلب عشان تستقبل هذا الشهر العظيم اللي هو شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا كان اهل الدنيا لما بيكونوا داخلين بطولة ولا يعني مسابقة المنتخب من المنتخبات بيقعدوا يتدربوا قبلها ويعملوا معسكرات قبلها ب6 شهور، فمن باب أولى ان احنا حتى نعمل معسكرات لرمضان قبلها بشهرين في شهر رجب وشهر شعبان. رقم 7 استحضار النية الصادقة على تعمير شهر رمضان بالأعمال الصالحة، حتى إذا مات الإنسان في أول رمضان في نصف رمضان في أي وقت في رمضان قبل ما يخش حتى على رمضان يأخذ ثواب صيام رمضان وقيام رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى بما نواه من نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رقم 8 الاستكثار، بقول الاستكثار مش مجرد تلاوة القرآن، لا الاستكثار من تلاوة القرآن. قال الزهري: إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام فقط. قراءة القرآن وإطعام الطعام ده أهم حاجتين في شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا تلاوة القرآن يتضمنها صلاة التراويح التي أصلا لا تقوم إلا على تلاوة القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب 9 المحافظة على الصلاة في جماعة، إن أنت تصلي الصلوات الخمسة في المسجد في بيت الله سبحانه وتعالى. طب والمرأة تصلي في بيتها حتى الصلاة في وقتها وتاخد نفس ثواب الرجل إذا ذهب إلى المسجد وصلى الصلوات الخمسة في جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يتكتب لك حج نافلة في كل فرض بتروح تصليه في بيت الله سبحانه وتعالى. رقم 10 الإكثار من النوافل. وما يزال عبدي، حديث القدسي الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. رقم 11 العمرة إن استطعت، لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة معي.
أي تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النافلة طبعا. طيب بعد كده رقم 12 الاستكثار، الاعتكاف في العشر الأواخر والاستكثار من العبادة في ذلك الاعتكاف، ان انت تعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم إن استطعت أيضا، لأن ممكن تكون موظف وما تقدرش تاخد أجازة، لكن لو استطعت فاعتكف العشر الأواخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 13 التأمين على العبادات. التأمين على العبادات يكون بشيئين، الحاجة الأولانية أن أنت تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فمن التزم وصام رمضان وقام رمضان يكتب في ميزان حسناتك. والأمر الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنت تطعم كل يوم أي قدر من الناس من الصائمين فيكتب ذلك في ميزان حسناتك. من فطر صائما فله مثل أجره بفضل الله دون أن ينقص ذلك من أجره من شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت حاجة من الاثنين، تدعو واحد أن هو يصوم رمضان فإذا صام وقام في ميزان حسناتك، أو أن أنت تطعم صائم تاخده عندك تفطره عندك، او تعطيه مبلغ يفطر بيه، او تعطيه وجبه يفطر عليها، كل ده في ميزان حسناتك ولو حتى على بعض التمرات. وقلت لحضراتكم قبل كده ممكن تعمل مثلا 100 كيس تمر، وقبل المغرب كده بنص ساعه اطلع تلاقي الزحام عند الاشارات، وزع على كل واحد كيس تمر بفضل الله، فاذا افطر عليه كان في ميزان حسناتك كانما فطرت صائما بفضل الله. رقم 14 التخلص من آفات اللسان، لان ممكن بكلمه عياذا بالله تضيع كل الثواب اللي انت بتعمله، ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 15 ودي آخر حاجة، إخلاص النية لله في كل ما ذكرته لك من هذه العناصر الطيبة. هكذا نستقبل هذا الشهر العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.